السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة معانا زي ما احنا وعدناكم للطلاب اللغة الفرنسية اللي بيتعلموا اللغة الفرنسية، كنت اعدادي ثانوي او كلية، ممكن اللي هي كلية ممكن يراجع الحاجات دي. النهاردة معانا مدونة وتطبيق على جوجل بلاي، او مش على جوجل بلاي، تطبيق خارج جوجل بلاي بس تتعلم اللغة الفرنسية. فاصل وهنرجع لبعض تاني. السلام عليكم ورحمة الله. زي ما وعدناكم يا شباب، النهاردة جبنا لكم مدونة ورابط وتطبيق. يعني انت ممكن تشتغل على الانترنت بالتطبيق او بالمدونة نفسها. تمام. طيب هنبدأ على طول بالتطبيق بالمدونة. معلش هنيجي على هنا على طول. هنستنى اللي هي اللي احنا نعدي الاختصار. تمام، اللي هما 3 ثواني دول. تمام، من 5 ثواني. بعدها نضغط على خط الاعلان اول ما يجيلنا، بعدها يوديك على المدونة على طول. تمام، هنشرح المدونة دي يعني بكلمة كلمة فيها، عشان اللي مش فاهم يعني ايه يحاول يفهم ويدينا اللي هي ايه تعليقاتك عليها. تمام، اول حاجة معانا اللي هي الحكم الفرنسية. تمام، او خلينا في الوش الاول اللي هو الحاجة اللي قدامنا. تمام، انا لو انتوا شايفين هنا انا بحط محادثة 1 2 3 4 5 6 محادثات، اللي انت ممكن تقعد تقرأ وخلاص، تقعد تقرأ. ده بيقوي اللي هي قراءتك باللغة الفرنسية. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية اللي انت ممكن تدخل على فرع او قسم اللغة الحكم الفرنسية. اول ما نضغط على قسم الحكم الفرنسية هيجي لنا يا شباب، هيجي لنا حكم فرنسية، وهتبقى حكمة ورا حكمة كده والترجمة بتاعتها تحتها. تمام، دي حاجة. وطبعا حكم جميلة جدا ويعني هتفيدك الصراحة، يعني ممكن تحطها حلقة واتساب، حلقة كده. تمام، دي حكم فرنسية. هندخل على القواعد اللغة الفرنسية، لو شفنا ان في شوية تحت ايه لم يتم بعد، لم يتم بعد الكلام ده. طيب ايه الكلام ده اللي انا لسه قاعد بضيف القواعد الفرنسية واحدة واحدة. عندك اول حاجة المضارع البسيط بريزون سامبل، وبعدها باسي سامبل اللي هو الماضي البسيط، ولو باسي كومبوزي اللي هو ماضي مركب. ولسه هعمل باقي القواعد، وان شاء الله يعني خلال الاسبوع هيبقى القواعد التانية نازلة، وان شاء الله يعني هتفيدكم. تمام. ده تاني قسم. ثالث قسم اللي هو عبارات فرنسية. احنا بنعمل باللغة الفرنسية لما انت تقابل حد، لما انت تشكره، لما انت اي كلام من الكلام ده، ده كله هتلاقيه تحت بعضه. بيقول لك ايه؟ شكرا للشرح الوافي، ميرسي بور لو اكسبليكاسيون، سالو لو سلام، صباح او بونجور اتو. تمام. طبعا بونجور اتو لصباح، بونسوار اتو اللي هو مساء الخير للكل وكده. تمام، طبعا اللي بيدرس اللغة الفرنسية وكده هيبقى فاهم. ممكن والقسم ده اهو اللي انتوا شايفينه ميديا، ان شاء الله هيبقى اللي هو من البدايه خالص، اللي هو نطق الحرف والبدايه، الضمائر المخاطب، الضمائر الغائب، جو تو الكلام ده. يعني لو عايز هتعلم اللغه الفرنسيه من اول خالص، برضو تابعنا على المدونه دي، وتحت هتلاقي في التعليقات. يا ريت تعلق لي انت يعني استفدت ولا ما استفدتش. هنتكلم في ده في اخر ان شاء الله الفيديو. تمام. كيف تسأل باللغة الفرنسية؟ طبعا معظمنا بيعرف، يعني بيبقى فاهم هو ايه قدامه، بس ما بيعرفش يرد، او بيبقى عنده حاجة عايز يعملها، او يكلم حد قدامه بس مش عارف يقول له ايه. يعني بيقول لك ايه؟ المعذرة، اين مكتب البريد؟ واحد يقول له انه هناك. انا عايز اقول لواحد ما هذا؟ طيب الكلام ده ماشي. طيب انا عايز اقول انا احبك بالفرنساوي، هنقول له جوتين. تمام. 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 واحد بيقول لك ايه؟ هل يمكن ان تتكلم ابطأ لو سمحت؟ تمام، هتلاقي ايه الفرنسي فوقها؟ انا لا افهم، جونوكم خون با، اللي هو انا لا افهم. تمام، انا لا اعرف. والكلام ده يعني حاجه ممكن حد يقول لك وانت تقعد ترد عليه. طبعا حاجات كتير، وان شاء الله يبقى فيه شرح اكتر، والتطبيق يبقى فيه يعني تحديثات، كل مره يبقى فيه تحديث. انت كل اللي عليك تاخد الرابط ده وتحفظه عندك، زي ما انا بقى قمت عامل ايه. يعني ادي الرابط ده زي ما انتم شايفين، انت فاتحه من على جوجل كروم على الكمبيوتر، فانت تقوم عامل ايه؟ هتقوم عامل على النجمه وهتحفظها عندك، هتعمل على النجمه وتحفظها عندك، هتلاقيها على الشرطتين دول، هتضغط على الشرطتين هتلاقيها موجوده عندك. تمام، هتلاقي اخر واحده. تمام.
ده كيف تسأل فرنسيا. اسلاميات بقى، ايه موضوع الاسلاميات اللي احنا هندخل على الاسلاميات؟ مش هنلاقي طبعا اللي هو اسلاميات بمعنى الكلمه، لا هنلاقي اللي هي جمل اسلاميه، اللي هو يعني ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معناها ايه كل صالو والكلام ده ماشي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم ونودو الله تمام. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طبعا كلمه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في اللغه ليها اكتر من تعريف تمام. الحمد لله، سبحان الله، الله اكبر، ان شاء الله. الكلمات دي ممكن تفيدك في حاجات كتير جدا تمام. يعني لو انت بتحب تكلم ناس فرنسيين مسلمين والكلام ده وتعلق معهم تمام. كده خلصنا قسم الاسلاميات. هندخل على قسم مشاركة الاصدقاء، والقسم ده انا سايبه لحضراتكم. طيب سايبه لحضراتكم ازاي؟ يعني انا عندي مشاركة الاصدقاء 1، مشاركة الاصدقاء 2، ومتعمد اكتبهم كده بس ما دخلتش لا اي بيانات. يعني لو دخلت على 1 أو 2 مش هيضغط لنا اي حاجة تمام. ايه اللي هيحصل في دي؟ ان شاء الله انت لو دخلت هنا جيت هنا كده على ماي فيسبوك او على اتصل بي على فيسبوك، هتدخل على صفحة ان شاء الله انا هزيد على اتصل بي رابط برضو لجروب على الفيسبوك او هسيب الصفحة دي. لو انت عايز تدخل على جروب على الفيسبوك بتاع تعلم اللغة الفرنسية، طبعا نتعلم اللغة الفرنسية تتعلمها يعني ان شاء الله. ليه؟ لان في ناس كتير معانا يعني متعلمة لغة فرنسية، وناس جزائريين وناس مغربيين وناس مصريين، يعني جروب ضامن والحمد لله يعني شغال والحمد لله. مالك اللي انت بس تبعت لي على صفحتي على الفيسبوك او على اللي انت تحبه عندك اهو، تويتر يوتيوب انستجرام، اللي انت تحبه هتبعت لي رسالة وانا ان شاء الله هضيفك في الجروب تمام. زي ما قلنا مشاركة الاصدقاء 1، انت ممكن عايز تشاركني ب حاجة كلمة او جملة، باي جملة انت شيء بص يعني اي حاجة يعني انت عاجباك او مش عاجباك باللغة الفرنسية، عايز تسأل سؤال ليه هنا او تحط هنا تضيفه على المدونة، انا هسيب لك 1 و2 اللي انت تضيفهم. ممكن تقول لي طبعا انا هسيب هو رقم 1 للقواعد واللي هو يعني ايه كيف تتكلم بكذا وكيف تتكلم كذا، بس مشاركاتكم انتوا. ورقم 2 اللي هي تبقى جمل عادية تمام اللي هي مشاركات عادية تمام. هندخل على صور تعليمية. صور تعليمية دي اللي هو في ناس بتحب اللي هي تقعد تضيف صور عندها لتعلم اللغة الفرنسية، اللي هو ايه تعمل تلخيص للغة الفرنسية بالصور. طبعا الصور مخربطة الدنيا كلها، يعني كل الصور فوق بعض، لان ايه يعني الصور اللي بتجيلي او بيبعتوها لي مش يعني مش عن موضوع محدد. فانت اول ما تلاقي عند الطبيب كذا، عند الطبيب عندي موعد للطبيب، انا بقول كذا، الموعد عندي في الساعة كذا، ما هو اسم حضرتك، اللي هو لما تدخل عند الطبيب ممكن يسألك سؤال والكلام ده تمام. انا جائع، انا عطشان، صحن او طبق، مشروب، وجبة، فطور، ده عند الجوع. وهنا بالمناسبة وفيما يخص اثناء او خلال تقريبا، اللي هي الكلمات اللي ايه اللي بتبقى بين الجمل اللي احنا بنقولها. الثقة لا كونفيونس، انا اثق به، يعني عندي كل الثقة. طبعا الصورة مش كده، الصورة لو فتحناها هتبان لنا حلو تمام والكلام ده. طبعا انا ليه بعمل شرح كامل طبعا ده اللي احنا قدامنا تمام. ليه بعمل شرح كامل للمدونة؟ عشان في ناس ممكن يقول لك ايه يعني انا مش فاهم او كذا، يعني ممكن يحصل كده تمام. ميديا دي بقى انا سايب ميديا دي لحضراتكم. طيب سايبها لكم ليه؟ وطبعا اللي اكتر هيكلمني في الميديا دي اللي هيبقى على الجروب، هيقول لي ايه انا عايز يعني محمد طبعا انا عايز اضيف او تضيف لنا على المدونة بتاعتك شرح صوتيات، شرح اي حاجة. طبعا دي كلها على ميديا، وهتبقى زي كده مشاركة الاصدقاء هتتعد وهتتعمل. طيب ده كل حاجة عن الفرنساوي. هنا هندخل على باقي المدونة. لو انت هنا اتصل بيه هتلاقي فيسبوك هيدخلك على الصفحة، يوتيوب هيدخلك على اليوتيوب، تويتر هيدخلك على تويتر، انستجرام هيدخلك على انستجرام تمام. انت حضرتك بتتكلم لغة فرنسية انجليزية وخلاص، انت ما بتعرفش مش فاهم عربي، او انت يعني عايز تشوف برضو كلام انجليزي قدامك، بس كل اللي عليك ان انت تختار اللغة اللي انت عايزها. نزلت لكم الاداة اللي هي ترجمة اللغة كاملة. هضغط على اللغة الانجليزية هتلاقي عندك بقى ايه الدنيا اهو بيحمل اهو، الدنيا لبخت كلها بقى فرنش رول جرامر فرانسيس مش عارف ايه كده. how do you ask in French Islamic post friends فوتو مش عارف ايه كده ميديا، وهتلاقي عندك هنا call me كل حاجة بالانجليزي تمام. بس انا ماليش دعوة بالانجليزي، هندخل على العربي تمام. نرجع كده للعربي هتلاقي بقى ايه كل حاجة قدامك، وسائل الاعلام هي تمام.
طبعا عايزين نعمل بس تحديث، نرجع لنا الاصل. تمام. هنلاقي بقى هنا ايه شريط الفيديو. شريط الفيديو ده ممكن يعني ممكن يفتح لك فيديو وممكن ما يفتحش، وطبعا الاحرى اللي هو مش هيفتح. دي قناتي على اليوتيوب، بس انت اول ما تضغط عليها هيوديك على قناتي على اليوتيوب. انا اوب مش عايز اروح على اليوتيوب. تمام، ما علينا. هيوديك على قناتي على اليوتيوب. هتنزل هنا هتلاقي الايميل برضو، تويتر، ماي فيسبوك. هتلاقي هنا الحاجات اللي هي المحبوبة واللي الناس دايما بتدخل عليها. محادثات، هنا المحادثات برضو بس من غير صور. هنا الدوائر اللي هي بتاعت جوجل بلس، اللي شغال على جوجل بلس. هتنزل تحت برضو هتلاقي انك تتابعني من هنا. تمام. هتنزل تحت شوية هتلاقي اللي هما الحاجات اللي انا كاتبها، اللي هي اعظم خلفاء مش عارف مين من الدولة العباسية، المفكر ومش المفكر والكلام ده. تمام. هننزل تحت شوية هتلاقي هنا اللي انا كاتب لك دعم ومش دعم. طيب انا هاجي بس على الصفحة الرئيسية عشان كل حاجة تبان. تمام. هتلاقي هنا برضه الزرار، لو انت عايز تجيب الصفحة الرئيسية خالص تضغط على الزرار ده هيجي لك الصفحة الرئيسية. تمام. هننزل تحت زي ما قلنا هنلاقي عندنا ديسكشن والكلام ده ما علينا منه. تمام. في حاجة انا هضيفها لحضراتكم، يعني اللي هي هضيف لكم هنا كده ان شاء الله تبقى تحت الحاجات دي، اللي انت اللي انت شايفه. انت شايف المدونة كويسة ولا مش كويسة، او يعني اي حاجة من الكلام ده. يعني انت تقدروا تفيدوني بتعليقاتكم، وان شاء الله يعني هطور من المدونة دي اكتر من كده بكتير يعني ان شاء الله. وطبعا ده هيبقى بتعاونكم ومجهودكم معايا ان شاء الله هنوصل، وهتبقى اللغة الفرنسية في المدونة دي هتبقى يعني اسهل باذن الله. كده نكون خلصنا او وصلنا لنهايه الفيديو. ويا ريت يعني اللي مش مشترك في القناه يشترك. وطبعا لو كل ما تدعمونا اكتر كل ما تشجعوني، احنا ان شاء الله اسره مع بعض هنا ان شاء الله نوصل او مش نوصل احنا ان شاء الله هنبقى كلنا مع بعض وهنفيد وهنستفيد مع بعض. وبرضه انا مش توب قوي في الفرنساوي، بس يعني حبيت اساعد. طبعا القناه دي عن قناه قفلت قبل كده، ويا ريت يعني تدعموني ويعني نرجع زي ما كنا شغالين او قبل كده. وطبعا الناس عارفيني وانا مش عارف مفيش تعليقات ليه، بس انا بشكر الناس اللي علقت في الاخر، سيد فرحات وقناه مواهب مصر وغيره مش فاكر الاسامي دي، وانا متاسف يعني انا مش فاكر الاسامي. وفي احمد مش فاكر الاسم. دول الوحيدين اللي علقوا على بين 109 مشتركين في القناه. ويعني يا ريت هتلاقوا ان شاء الله يعني صورة هنا او في اي جنب كده هتضغط عليها بس هتشترك في القناة على طول. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.